السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أسفة يا حبايبي. أنا النهاردة كان الدكتور لما غير لي على إيدي وعطاني غرز كان طلب مني إن أنا أروح له تاني يوم يبص على الغرز، عشان يشوف لو فيها فراغات مثلا او مثلا متخيطة كويس. بيقول لي عايز ابص على الجرح اشوفه بينزل سوائل او بينزل منه حاجة وسط بين الغرز، ولا الغرز مظبوطة وتمام، علشان يعني لو في فراغات بين الغرز، لان هو ما كانش يعني عارف يتحكم في اللحم وبتاع. يعني المنظر كان بشع بشع، كانش عارف يمسك اللحم ويخيط، لان كانت الايدين مفتوحة واللحم الداخلي ظاهر، ويعني كانت الدنيا بايظة. فكان يعني هو عايز يتأكد من شغله، فكان قال لي لو لا قدر الله شفنا فيه فراغات بين الغرز هنضطر ان نديكي غرز تاني. فانا بصراحة كنت رايحة ويعني وخايفة خالص ان انا يعني يديني غرز تاني، لاني انا مش متحملة خالص اخد اي غرز تاني. انا اصلا خلاص حاسة نفسي ان انا لو دخلت ابرة تاني في ايدي انا يعني هغيب عن الوعي نهائي. فيعني رحت وشاف ايدي والحمد لله، يعني الحمد لله يا رب طلع الموضوع الحمد لله الغرز مظبوطة. فغير لي عليها بالمرة كده ورشل لي عليها مطهرات، وقال لي كل يومين تيجي تغيري على ايدك، علشان ايه يعني اللحم يلم بسرعة. وقال لي احمدي ربنا ان احنا في شتاء، والشتاء اللحم فيها بيلم بسرعة غير الصيف. فالحمد لله على كل حال. انا اي نعم ان انا مش عارفة اعمل اي شيء، حتى امسك كوباية المية. هو بيقول لي كل شوية حاول تحرك في صباعك الكبير وصوابعك التانية برضو علشان ما تاخدش وضع معين. فانا يعني انا غصب عني الالام رهيبة رهيبة. ففي ناس حبايبي في القناة كده كانوا بيكلموني وسألوا عليا، كتر ألف خيركم يا رب، وجزاكم الله كل خير على سؤالكم عليا، وربنا يا رب يكرمكم على اللي انتوا جبر الخواطر بالكلام الكويس. فكانوا بيقولوا لي طب دي شغلانة مش شغلانتك، ليه رحت بيها وليه وافقت بيها؟ انا هرد عليكم يا جماعة. انا دلوقتي زي ما انا حكيت لكم ظروفي، انا مش عايزة بس ازعلكم تاني واحكي لكم حكايتي من تاني. انا سريعا كده، انتوا عارفين ظروفي كويس، وعارفين ان انا لوحدي وشايلة مسؤولية 5 اطفال وصغيرين في السن، مش كبار ان انا اعتمد عليهم ان انا اشغلهم. يعني اكبر واحد عندي في اولى اعدادي لسه. فالموضوع صعب، فانا بستنى اي حاجة تجيلي من برا علشان اوفرها ليهم. وانتوا عارفين القرارات بتاعة المدارس، كلكم عارفين، اخواتي المصريين عارفين بعد القرارات اللي نزلت من الوزير ان لازم حضور يوميا. وانتوا عارفين زي موضوع السندوتشات وموضوع الطلبات بتاعة المدارس، من كراسات لطلبات لوح لجلامة لكله كله. فكل ده انا مش هقدر اسده، مش هقدر اسد فيه. يعني انا يعني هبطل اوكلهم واشربهم وعشان اشتري لهم طلبات المدارس. فانا بقول اي شغلانه يعني حد بيبعت لي عليها انا برضى بيها، حتى لو صعبة عليا وحتى لو مش هقدر اعملها، علشان اقول اي جنيه هم اولى بيه اوفره لهم في اي طلب في اي حاجة. بس يعني النصيب اعمل ايه؟ انا ما كنتش واخده بالي من الفرع ده خالص خالص، من كترهم وهم في الارض وفي كل حته زي ما انتوا شفتوا. انا ما كنتش واخده بالي خالص منه. فمره واحده كده وانا شغاله يعني
وملهية في الشغل، وإيدي بضربها كده في الأرض أشيل اللي حواليا. راحت بكل عزمي، متخيلين بكل عزمي إني بكل عزم إن أنا اتعورت، والفرع يعني جاب إيدي كده بالعرض. يعني الفرع جاب إيدي بالعرض، فما ما كنتش عارفة إن أنا أعمل إيه. يعني هي في لحظتها كانت الجرح، الدم بينزل من إيدي وأنا ما حسيتش لسه بالألم. بعديها ب5 دقايق بالظبط، يعني أنا بعد ما اتعورت الدم كان يعني بينزل من إيدي وأنا لسه ما حسيتش بالألم في نفس اللحظة. جه بعدها ب5 دقايق، بصوا آلام آلام آلام، مهما أوصفها لكم مش هعرف أوصفها لكم. فكل ده أنا مش يعني أنا عارفة إن يعني إخواتي بيقولوا لي يعني أنتوا المفروض يعني دي شغلانة رجالة، وناس يعني فاهمة فيها، وناس عارفة بتعمل إيه. أنا عارفة الكلام ده كله، بس أنا الظروف حكمت عليا وأجبرتني إن أنا أشتغل أي شغلانة عشان خاطر عيالي، عشان أنا اللي خدت القرار إن أنا أبقى مسؤولة عنهم، فلازم إن أنا أبقى إن شاء الله قد المسؤولية. فأنا بطلب منكم تدعوا لي يا حبايبي، وأشوفكم على ألف خير، والسلام عليكم.